مرحبا بكم. إليكم العناوين. ألونسو يقدم خدمة لوليد الركراكي بشأن أمين عادلي. إصابة جديدة لنصير مزراوي. الاتحاد الجزائري يختار أسوأ سيناريو للانفصال عن المدرب جمال بالماضي. إليكم التفاصيل. أشاد مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو بأداء نجمه المغربي أمين عدلي بعد مستواه الرائع في مباراة هايدنهايم ضمن الجولة 22 من البوندسليغا. ساهم عدلي بشكل كبير في فوز فريقه على هايدنهايم، حيث قدم تمريرة حاسمة في الهدف الأول وسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة، وذلك في ثاني مباراة على التوالي يلعبها كأساسي. وعلق ألونسو على تألق عدلي قائلاً: أمين بلياقة بدنية جيدة، ونحن بحاجة لطاقته ولمؤهلاته وأيضا لعبه الهوائي ولسرعته في العمق. وأشار ألونسو إلى أن قوة عدلي تكمن في اللعب في العمق وليس في مركز الجناح، وذلك بفضل سرعته في الاختراق والتوغل. في المقابل يصر الناخب الوطني وليد الركراكي على توظيف عدلي في مركز الجناح الأيمن، وهو المركز الذي لم يظهر فيه بشكل جيد مع المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. وحتى تمريرته الحاسمة في هذه البطولة جاءت بعد دخوله لمربع العمليات وتقديمه تمريرة ساحرة لأوناحي في مباراة تنزانيا. ويوظف تشابي ألونسو لاعبه المغربي كمهاجم ثاني أو جناح أيسر، بينما لم يسبق له أن وظفه في مركز الجناح الأيمن. يبقى السؤال مطروحا حول المركز الأنسب لأمين عدلي، وهل سيجد حلا وسطا بين رؤية الركراكي ورؤية ألونسو؟ تعرض الدولي المغربي نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ لإصابة جديدة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بوخوم لحساب الجولة 22 من الدوري الألماني. غادر مزراوي الملعب في الدقيقة 28 ليحل محله دايوت أوباميكانو بعد شعوره بآلام في العضلات لم تمكنه من إكمال المباراة. وانتهى الشوط الأول بتقدم بوخوم على بايرن ميونخ بنتيجة 2 مقابل هدف على أرضية ملعب رور ستاديون. ينتظر أن تصدر إدارة بايرن ميونخ بياناً طبياً خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد خطورة إصابة مزراوي ومدة غيابه عن الملاعب. اتخذ الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة رئيسه وليد صادي خطوة حاسمة في ملف انفصاله عن المدرب جمال بالماضي بإخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بفسخ عقد الأخير. وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب أي مشكلة قانونية قد تنشأ عند الكشف عن هوية المدرب الجديد للمنتخب وفرض الأمر الواقع على بالماضي وقطع الطريق عليه في حال سعى للحصول على كامل مستحقاته المتبقية من عقده عبر الفيفا. تبرؤ صادي من جمال بالماضي أمام الفيفا. برر وليد صادي خطوة الاتحاد الجزائري أمام الفيفا بعدة أسباب: تجاهل بالماضي للمسؤولين وعدم التواصل معهم منذ إعلان انفصاله عن المنتخب، ثقة صادي بموقفه القانوني في حال طالب بالماضي بتعويضات ضخمة، غياب بالماضي عن الجلسة المتفق عليها لإنهاء العقد بطريقة ترضي جميع الأطراف، هذا ويصر بالماضي على الحصول على كامل مستحقاته حتى نهاية عقده والتي تزيد عن 7 ملايين يورو، وهو ما يرفضه الاتحاد الجزائري بشكل كلي. ويبقى ملف انفصال بالماضي عن المنتخب الجزائري مفتوحا مع انتظار قرار الفيفا بشأن الخلاف المالي بين الطرفين.